مين بيحب المطبخ ما يحبش يسمع الصوت ده؟ استمتعوا كده بطشة البامية. يلا اقول لكم بقى على طريقة البامية التحفة اللي انتوا هتشوفوها النهاردة. عايزة اقول لكم انا شفتها قبل كده، شايفين؟ بصوا، واول مرة اجربها. بصوا البامية المحشية لحمة مفرومة. تسلم ايدين اللي عملت الوصفة دي بصراحة. بصوا عايزة اقول لكم هتوفر علينا في اللحمة كتير. هاتي بقى كمية البامية اللي انت عايزاها واغسليها واشطفيها كويس وصفيها، وتعالوا بينا بقى، انا جايبة نص كيلو هنعمل منه احلى وصفتين. نعمل بقى طاجن بامية ونعمل شوية ويكا كده يستاهلوا بقكم. كده اجيب المقوار زي ما انتوا شايفين كده بتاع ايه المحشي، واقور الباميه بتاعتي، او حرف السكينه رفيع خالص واقوري الباميه. بس اهم حاجه تكون الباميه كده معاكي كبيره. انا الباميه اللي كانت معايا كده متوسطه، فغلبتني شويه في التقوير. بس عايزه اقول لكم وصفه خطيره. بصوا بقى يا حبايبي، القلب بتاع الباميه ده انا مش هرميه، واللي احس انها ايه كده اتقطعت معايا هقطعها كمان. معايا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، خدنا شويه حشينا بيهم بقى الباميه بتاعتنا بالشكل ده، وحبه بقى عملتهم كور صغيره. خلاص، عايزه بس اوريكم هنا التصوير، بوريكم ان الايه الباميه محشيه لحمه مفرومه، واللحمه المفرومه بتاعتنا سنه ملح عليها وسنه ايه فلفل اسود. وده بقى اللي طالع من قلب ايه الباميه، مع كام قرن كده قطعتهم شرايح رفيعه. حلتك بقى على النار فيها شويه زيت، وعندي بقى قطعه ليا هاخد منهم كده جزء زي ما انتم شايفين، انزلهم على الزيت واشوح بقى معاهم بصلايه كمان متوسطه. يلا نروح نجيبها ونحطها مع بعض بالشكل ده كده. هشوحهم واروح اجيب كمان فصين توم كده محترمين مع شويه ملح وفلفل اسود، وشوحي البصلايه بتاعتك دي لغايه اما ايه تاخد تصفر معاكي كده، مش تحمر، تبقى صفرة كده او دبلانه معاكي شويه. خلاص، ومجهزه بقى نص كيلو من الطماطم عصراهم. ويلا بينا بقى بعد البصليه بتاعتي بقى ما اتشوحت، انزل عليهم بقى بايه زي ما بقول لكم كده، الثوم والبصل واللي الضاني وشويه زيت والملح والفلفل الاسود، وشوحي زي ما انا بقول لك كده. يلا بينا بقى ننزل بعصير الطماطم، ونسيب بقى الطماطم دي تتسبك كده مع نفسها. عندي شويه شوربه فراخ هنزل عليهم بنص مكعب من المرقه، وعليهم فصين توم مهروسين، واسيبهم بقى يغلوا زي ما انتوا شايفين. وطبعا الشوربه بتاعتنا متحيقه وكل حاجه، واروح نازله عليهم بقى ايه بقلب الباميه كده كده، تاخد بقى غلوتين مع بعض لغايه اما تخش في السوا. هنعمل ويكا كمان يا جماعه. بصوا عندي كده قرن فلفل حراق، هاخد منه شويه على الشوربه هنا وشويه على ايه عصير الطماطم اللي بنعمله. وكده وزي ما انتوا شايفين ابدا بقى ايه اشيل الريم كده في اي طبق كده زي ما انتوا شايفين، عشان الباميه كده لما بتيجي تغلي بتعمل ريم. خلاص، يلا بينا بقى. وخلاص الصلصه بتاعتي اتصلصت، هاخد منهم كده جزء وهز بقى كده الطاجن بتاعنا عشان ايه الصلصه تخش في كل الجوانب زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وعلى البوتاجاز بقى على شياطه كده اخليها تاخد غلوه، واحطها بقى ايه في الفرن. خلاص الويكه بتاعتي كده جهزت، هروح حاطه بس ايه عصره ليمونه كده فوق الطاجن، وكمان بقيه عصره الليمونه هحطها فوق الشوربه بعد ما اديها تكسيرتين كده بالهاند بلندر. ما تضربيش خالص، تكسيرتين كده، هي اصلا يعني ايه قلب الباميه. بصوا بقى حبايبي طلعت معانا بالشكل ده كده. هديها ايه الكور اللي احنا عاملينها، هنعمل الويكه بكور اللحمه. خلاص، الكور بتاعتنا صغيره خالص كده، شايفين اتمسكت اهي. خلاص، غلوه بسيطه، واروح حاطه كده نص مكعب مرق الدجاج معاها وعصره ليمون. والباميه بتاعتنا طلعت من الفرن كده زي ما انتوا شايفين بتشكشك كده مع نفسها. نعمل لها بقى احلى طشه، هنحط شويه زيت كده صغيرين وكم قطعه من اللي هي الضاني كده لغايه ما ايه ما تحمر، وانزل عليهم بقى بشويه توم. واسمعي بقى الصوت الحلو ده اللي بيجلي في القلب كده قبل ما تاكلي الوصفه كمان. عايزه اقول لك وصفه سهله لذيذه بنص كيلو من الباميه. عملنا بقى الويكه زي ما انتم شايفين بالايه بكور اللحمه، بكور داود باشا يا جماعه. بصوا الويكه وشويه رز بالشعريه. وعايزه اقول لكم بصوا القرون طالعه محشيه لحمه ازاي، زي ما هي ما تفكتش معانا ولا اي حاجه. خلاص، وشويه رز كده بالشعريه، وتفضلوا معانا. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش طب لايك ومتابعه عشان يوصل لكم كل جديد. اتفضلوا معانا وبألف هنا للجميع. يلا ربنا يحسن ما بين ايديكم، والسلام عليكم ورحمة الله.